اللي قدامك ده هو القمر اللي احنا عارفينه، جرم سماوي معروف عبارة عن صخرة بتدور حوالين كوكب الأرض وليها خواصها وتأثيراتها المعروفة على كوكبنا. بس هل عمرك تخيلت في مرة إن القمر ده يمكن يكون كيان حي أو كيان شيطاني مستقل بذاته؟ على حسب سياق سلسلة لوكال 58 حصل التالي. في منتصف ليلة من الأيام العادية جدا في سنة 2014 وأثناء البث التلفزيوني على قناة لوكال 58 ظهر فجأة للمشاهدين تحذير غريب من هيئة الأرصاد الجوية. التحذير ده كان بيقول للناس انهم ما يحاولوش يخرجوا بره بيوتهم في الليله دي، وان لازم على كل شخص انه يلتزم بيته ويقفل الابواب والستاير كويس جدا ويتجنب الشبابيك والمرايات. والاغرب من كده ان كان في تحذير بيقول اياك تبص للسماء، او بالتحديد اياك تبص للقمر. ما كانش حد فاهم فيه ايه بالظبط ولا ايه اللي ممكن يخلي هيئه الارصاد الجويه تحذر الناس من القمر والسماء في الليله دي. يمكن توقعوا ان في خسوف للقمر هيحصل، بس ده ما يستدعيش التحذير بالطريقه الغريبه دي. الاغرب من كده ان في اثناء ما القناه كانت بتعرض التحذير ده حصل تشويش غريب والتحذير اتعكس تماما، وبقى يقول للناس ان التحذير اترفع خلاص وان الكل يعتبر امن دلوقتي، واصدروا امر مباشر للناس انهم يخرجوا بره بيوتهم حالا. في حاجة غلط وغير منطقية، ليه فجأة بيظهر تحذير بيقول للناس انهم ما يخرجوش من بيوتهم وفي نفس الوقت يرجعوا يقولوا انكم لازم تخرجوا بره دلوقتي؟ بس فجأة التشويش بدأ يزيد وبتحصل مواجهة غريبة بين قرارين، قرار بيقول للناس تجنبوا النظر للقمر بشكل مباشر، وقرار بيقول لهم بصوا للقمر بشكل مباشر، عشان في النهاية يظهر لنا فيديو متسجل من كاميرا مراقبة مجهولة بيظهر فيها القمر وهو بيقرب بشكل كبير وملحوظ من الأرض. والأغرب من كده إن صوت صرخات الناس كان بيزيد بشكل غريب وكأن القمر اتسبب في حدث مرعب حصل للناس. ودي تعتبر واحدة من الحلقات المرعبة لسلسلة لوكال 58. وعشان تعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع ده فحابب اقولك ان عملت فيديو كامل بتكلم وبحلل فيه الاختراق الغريب اللي حصل ده وظهور القمر بالمنظر الغريب ده. هتلاقي الرابط بتاع الفيديو متثبت في الكومنتات، او تقدر تروح مباشرة الفيديو عن طريق الضغط على اسم الفيديو اللي هتشوفه ظاهر فوق اسم القناة بتاع الفيديو ده.